سلام حدقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وشيوه جديده. اليوم ان شاء الله نوجد معكم قريب الدجاج وشامبينيون اللي كيجوز زوينين بزاف واللي كيبغيوهم الناس كبار حتى الوليدات الصغار. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير سهله واقتصاديه ومتوفره في كل بيت. عندنا 2 كيسان ديال الدقيق، 2 ونص. بطبيعه الحال كنكون مغربلينهم من قبل باش يحيدوا منهم الشوائب. نضيفوا عليهم شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه كتبقى اختياريه على حسب الذوق كل واحد وشنو كيبغي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي معلقه صغيره ديال الملحه. وغنضيفوا واحد شويه ديال البودره ديال الثوم اللي متوفره عنده. ما قلت لكم بودره ديال الثوم الا ما كانتش ممكن ديروا واحد درس ديال الثومه تحكوه باش يعطيكم ديك النسمه كتجي زوينه في العجينه. وغنضيف واحد شويه ديال البزار كيف ما كتشوفوا معايا، ما كثرش، درت غير نص معلقه وكيبقى اختياري. لا ما بغيتيش ديري البزار ما ديريش. المهم بالنسبه للثومه والملحه وان شاء الله نضيفوا شويه ديال الاعشاب راه كتجي منسمه وزوينه. بطبيعه الحال نزيدوا شويه ديال السكر سنيده باش يجي الكريب ديالنا ملي نطيبوه محمر، راه كيجي زوين بزاف. السكر سنيده كيحمر لينا الدقيق الطحين مثلا العجينه ولا شي حاجه. ونضيفوا معلقه ديال الزيت. بالنسبه للزيت درت معلقه كبيره، ممكن ديروا معلقه كبيره، معلقه ونص. كل ما درتو الزيت كيجي زوين وطيب ما كيلصقش لكم في المقله. غنضيفوا نسترو ديال الحليب. بالنسبه للحليب اللي عندكم يا سونطرال يا جوده، مهم سترو ديال الحليب ما يكونش الحليب فايض، يكون غير حليب بارد. نضيفوا 2 ديال البيضات على حسب حراره المطبخ. الا ضعفتوا المقدار ديال الكميه ديروا 4 ديال البيضات او 3 البيضات باش يجيكم زوين. ضيفوا شويه ديال الزبده دايبه. بالنسبه للزبده دايبه ماشي بالضروره ديروا، حيت درنا ديجا الزيت. الا درنا 2 معالق ديال الزيت مثلا بلا ما نديروا الزبده دايبه. الزبده دايبه ديال البواطه اولا ديال الحيوانيه ولا ديال البواطه بحال اللي متوفره عندكم في الدار. هنا نديروا اعشاب منسمه كيبقاو حتى هما اختياريين. شويه ديال الزعتر يا زير غير باش تجي داك المذاق. ملي نخلطوا الخليط كامل نخلوا العجينه ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق ونبداو نعجنوا. كيف ما شفتوا راه ما كاين لا خميره لا والو. شوفوا معايا كي تيجي، راه كيجي زوين بزاف. وغندوزو دابا باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه كتبقى كل واحد شنو عنده في الدار. ممكن ديري اي حاجه عندك، يعني خضره اي حاجه. هنا كاين شويه ديال الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون هنا ما عجبنيش حيت شويه كيكون قاصح. ديال البيم كيكون حسن. 2 ديال البصلات مقطعين مشلضين مع شويه ديال الثومه. هاد الحشوه صراحه كتجي بنينه بزاف. وممكن ديروا اي حاجه عندكم، يا دجاج يا لحم يا ما ديروش، ديروا غير الفرماج كيجي زوين بزاف. هنا عندنا شويه ديال الدجاج اللي هو مقطع طريفات صغارين كنطيبوه مع هذيك البصله، نحمروه حتى كيطيب وكنضيفوا عليه واحد 3 ديال الفرماجات. بالنسبه للفرماج كاين هنا فرماج مثلث، 3 الفرماجات مثلثين باش كيعطونا ديك النسمه وكيجي واحد التعليكه زوينه. بطبيعه الحال غادي نضيف مازال شويه ديال الملحه، البزار، السكينجبير، ضروري شويه ديال الخرقوم هادو ضروري منهم. وغنضيف حتى شويه ديال هاد الفرomاج اللي كيكون زوين بزاف، راه كيتباع في بيم صوص فرomاج غاستروميكس ديال مارك غاستروميكس. صراحه زوين بزاف وكيعطي ديك التعليكه اللي هي فنه. وحكيت شويه ديال الفرماج احمر حتى هو باش يعطيني ديك التعليكه. انا كيعجبني الفرماج داكشي علاش كثرت الفرماج هنايا. شوفوا معايا. المهم اللي غادي نكملو من بعد ندوزو صوص بيشاميل باش نوجدوها. بطبيعه الحال الا بغيتو تشروها واجده هي هذيك، ما كانش كنديروا معلقه كبيره ديال الزبده كنديروها تذوب مزيان. وغنضيفوا عليها الحليب. وبطبيعه الحال 2 كيسان ديال الحليب والابزار والملح والكوزه. وبطبيعه الحال الا عندكم مايزينا ديروها معلقه ولا 2. ما كانش كديروا الطحين. من بعد غادي نبداو نلفوا الكريب ديالنا. شوفوا ملي كيطيب كيجي زوين بزاف. وكنعمروه بالحشوه بهذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا. وكندوروه كنجمعوه. المهم انا حاولت نصور لكم كل حاجه بوحدها باش تشوفوا الطريقه، راه سهل بزاف. من بعد كنديروا واحد الطبسيل اللي كيدخل الفران وكنستفوا فيه لي كريب ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي زوين بزاف. الا بغيتو ما تدخلوش الفران كيبقى اختياري، ممكن ما ديروش الفران تاكلوا غير هكاك تقدموه مع شويه ديال الفرماج من الفوق. هنا كاين صوص بيشاميل كنديروا ندهنوها بهذه الطريقه. ومن بعد كنديروا الفرماج احمر
باش كيعطينا ديك القرمشه واللون محمر. كيصدقوني كيجي زوين بزاف. الناس اللي كيبغوا الكريب مالح هذا هو الشكل النهائي ديالو، بالصحه والراحه كيجي على هذا الشكل. جربوه ما غاديش تندموا. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يوصل بالجديد. علاش لا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله تسنوني فيديوهات جداد وشيوات جداد باذن الله تعالى. ما نطولش عليكم، خليكم في امان الله، بسلام عليكم.